ترند ستظلين مصرية، آكلة الفول والطعمية. أنا مش فاكرة اسمه قوي، ولكن ناس كتير اتناولت الترند ده بطرق مختلفة. بما إني هتكلم عن المصريات فعملت اللوك الفرعوني القمر ده، الفرعوني اللوك الفرعوني القمر ده. طيب نركز مع بعض بقى. ستظلين مصرية، فردت عليها بنات كتير وقالت: أيام ما كنا إحنا ملكات كنتوا انتوا جواري. والرد ده قديم، انا مش هتكلم عن حضارتنا وثقافتنا لان هي معروفه للعالم كله، لو ما كانتش مضايقه ناس ما كانوش طول الوقت يتكلموا عليها ويحاولوا ينزلوا من قيمه وقوه الست المصريه والست العربيه بوجه عام. ولكن نركز بقى مع بعض. طب انت جايه تقولي ايه جديد؟ جايه اقول المصريه جايه تقول لك كلمه لله. احنا عندنا كده حاجه ما بيننا وبين بعضينا، الاكل اللي بيتكلم فيه دناوه. نتكلم في الاكل، البطن بتشبع باي حاجه. يا مشعوب ما كانتش لاقيه ودلوقتي بقوا ما شاء الله. يعني الاكل ما بيقضيش على شعب، الاكل دناوه والله. اقسم بالله. ايه بتاكلي فول وطعميه؟ هنقعد نرضح لبعض بالاكل؟ يعني انا اقول لك يا كبسه اللي انا اصلا بحبها جدا ودي حاجه بتميز بلد، طيب اقول للشاورما السوري اشتم بيها؟ يعني دي اهانه؟ انتوا شايفينها اهانه؟ انا مشفقه عليكي، يعني انا نفسيا انا كمصريه عربيه مشفقه عليكي جدا. يعني ده بنحب وبنموت بعض على السوري، على السندوتشات السوري. خلاص وصلنا لمرحله ان احنا نهين بعض بالاكل. طب يا ستي احنا بناكل فول وطعميه، فين المشكله؟ وبناكل اللحمه وبناكل المشويات وبناكل الخضار وبناكل الفراخ، احنا بني ادمين. كل الشعوب بتاكل كل الاكل. ونفس البلد دي معروفه بالكشري ومعروفه بالفسيخ ومعروفه بالمحشي ومعروفه باكلات كتيره قوي قوي. يعني والملوخيه المصري. يعني مش معنى الفول والطعميه. الفول والطعميه مشكلتك ان انت ما كلتهمش، صعبانه عليا. ولو كلتيهم مش هتتكلمي بالطريقه دي، ولو شربتي من ميه نيلنا اقسم بالله ما كنت اتكلمتي. اصل احنا عندنا حاجه كده في المناطق الشعبيه، يعني بصراحه بنقولها الاكل دناوه. البطن بتشبع باي حاجه، واللسان اللي بيتكلم عن الاكل احنا بنشوفه ده انسان خسيس رخيص، ما بنشوفوش اصلا. فانا من غير اهانات او تلفظ انا هقول كلمه واحده بس: كل الشعوب العربيه اخوات. كل انسان بيغلط بيعبر عن نفسه، ما بيعبرش عننا. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا لو واحده مصريه غلطت، هي بتغلط، هي بتغلط، ناقشوها من وجهه نظرها. هي بني ادمه غلطه غلطت، تتناقش هي لوحدها. البلد ملهاش ذنب. واحده نقط واحده نقط، اي بلد في الدنيا. انا مش عايزه اجيب اسامي بلاد فحد يقول لي جبتي دي ليه ودي لا ليه. خلينا نتكلم منطقيا شويه. طيب يعني معنى كده ان مفيش بلد عربي وحشه، كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش. زي ما عندنا في ناس بتعمل حاجات كتير قوي غريبة اللي انتوا شايفينها وبتعايرونا بيها الفنون وي وي وي، ما كنتوش سبتوا بلادكم وجيتوا تمثلوا عندنا؟ صح ولا انا غلطانة؟ طيب ونفس البلد اللي فيها فنون طالع منها علماء وطالع منها ستات امارات. لو وقفتي كده في شباكي هنا ولا في بلكونتك حتى وانزلي مصر في اي حته هتلاقي ستات بتكافح، نازله وشايله شنطتها وبتشتغل تودي عيالها مدرسه ترجع بتكافح. فاهمه حاجه؟ احنا مش قاعدين وحاطين رجل على رجل ولا لا. احنا حضارتنا دي ما اتبنتش بالسهل، ناس اشتغلت عليها واحنا كملنا بعديها. ومش هفضل اتباهى بالحضاره الحضاره الحضاره، ولكن هو طبيعي جدا دي تكفؤ راسنا. ولكن انا هتباهى باني انا مصريه، انا في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. انا بحب بلدي جدا وما احبش حد يغلط فيها وما احبش حد يغلط في بلد حد. انا بحب السعوديه جدا جدا ربنا يعلم، وبحب كل الدول، كل الدول العربيه، بحب الامارات جدا، كل الدول اللي هي منهم صحاب على فكره. يعني عشان تطلع واحده تتكلم كلام وتقول كلام ملوش لازمه خلاص هنسب بلدها؟ البلد، الدين، العرض ما فيهمش هزار من وجهة نظري. انا بقى عجباك مش عجباك منتقد شكلي، ولكن الكلام اللي بقوله لو في حاجة غلط ناقشني في كلامي. وانا مصرية وطبيعي جدا اكون مايلة للفراعنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. بلاش بقى تجيبي سيرة الاكل تاني اصل هي دناوة. ماشي، باي.